السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين دينا ولميس. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد من فيديوهات قناة وصفات من مطبخي مع دينا ولميس. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن 10 معلومات مهمة جدا عن خبيرة التغذية سالي فؤاد بعد إعلان انفصالها رسميا عن زوجها. بس قبل ما نتابع الفيديو مع بعض ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وما تنسوش اللايكات الجميلة منكم. يلا مع بعض نروح نتابع الفيديو بعد الفاصل. أعلنت الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد انفصالها عن زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك من خلال نشر صورة لها مرفقة بكلمات من الحزن والأسى. قالت خلالها: خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي. وهو الأمر الذي تداوله العديد من المتابعين معبرين عن صدمتهما من الخبر، وخاصة أن الشيف سالي فؤاد دوما ما تتحدث عن زوجها ودعمه الكبير لها. نستعرض لكم أبرز 10 معلومات عن الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد، وهم كالتالي. سالي فؤاد ولدت في القاهرة عام 1978 وتبلغ من العمر 41 عاما. هي ابنة الموسيقار عصمت عباس فؤاد عازف الكونترباس وقائد فرقة القاهرة للتراث. والدتها فاطمة المسيري مديرة الباليه بمدينة كولون بألمانيا، والتي قضت بها 9 سنوات. وفي عام 1987 عادت إلى مصر والتحقت بالصف الرابع الابتدائي في المدرسة الألمانية بباب اللوق. واشتهرت سالي فؤاد في المدرسة بحبها للرسم بصفة عامة والبورتريهات بصفة خاصة، حيث كانت تقوم ببيع لوحاتها كمصدر دخل إضافي في تلك الفترة. فازت بجائزة أفضل لوحة على مستوى المدارس في مصر في مسابقة نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة. وفي سنة 1996 حصلت على الثانوية الألمانية، ثم التحقت بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم آداب ألماني، وخلال الدراسة حصلت على منحة إلى ألمانيا لمدة شهر لدراسة الترجمة الفورية في جامعة يوهانسبرج في مدينة جيرمرزهايم. ومن بعد ذلك عملت سالي فؤاد بعدة جهات وشركات عالمية مثل الغرفة التجارية الألمانية وشركتي سمينث وآي بي إم. سالي فؤاد بدأت تقديم برامج تلفزيونية سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية مثل قناة نايل فاميلي وقناة المحور، بالإضافة إلى قنوات أخرى. وكانت أيضا تنشر مقالات في بعض المجلات والجرائد المصرية والإنجليزية مثل ليدي بيرد وعين. وكانت تقدم برنامج حلو وحادق على قناة CBC سفرة المصرية منذ 2013، ولكن الآن تقدم سفرة سالي على فضائية بانوراما فود. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، ونبذتنا الصغيرة البسيطة عن خبيرة التغذية الشيف سالي فؤاد كمان انتهت. وكلمة أخيرة لكل متابعين دينا ولميس: احنا قناتنا مقسمة لعدة أقسام، قسم للطبخ وقسم للمنوعات اللي بتخص طبعا كل أخبار الفن والمشاهير والمرأة، وقسم كمان للعرائس. نتمنى طبعا يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول. كنتم مع قناة وصفات من مطبخي مع دينا ولميس.